نكرر التبريكات ابو عبد العزيز. أكيد مبروك للإمارات وشعبها، مبروك للعين وأهلها، مبروك لنادي العين تحقيقه لبطولة كأس آسيا، وليست غريبة على العين. العين كان من أول الأندية الإماراتية أو النادي الإماراتي الوحيد اللي حقق كأس آسيا فيما أظن. مو بغريب عليه البطولة. مبروك له، مبروك للشعب الإماراتي، مبروك للغرب الآسيوي وأبناء الخليج بصفة عامة. مبروك الكابتن فارس عوض اللي علق وأمتع وأبدع وهو غير مستغرب عليه الشيء هذا. الجمهور يعني نهائي كان مكتمل الأوصاف، جمهور مثالي، اللعيبة أدوا كل ما عليهم. كريسبو قام بعمل عظيم في هالبطولة ويستحق يعني تتويجه بهذه البطولة. رحيمي طبعا اللي أخذ أفضل لاعب وأخذ الهداف في البطولة، وأظن صار اليوم سجل رقم تاريخي كأكثر لاعب صناعة أهداف وتسجيل أهداف في نسخة واحدة، تقريبا 15 هدف ما بين صناعة وتسجيل. العين يعني يستحق ويستحق بقوة هذه البطولة، وهو أكثر وهو فارسها. وصراحة كل كلمات الثناء والتبريك لا تفيهم حقهم، نبارك لهم. والواضح لنا من الصورة أننا أمام عهد جديد من الغرب الآسيوي سيتفوق. احنا كنا في وقت من الأوقات نقول أن الشرق الآسيوي متفوق على الغرب الآسيوي فيما يخص البطولة وفيما يخص الأندية. اليوم يظهر لي أن احنا يعني إلى 5-6 سنوات قادمة بتكون البطولة في أحضان أندية غرب آسيا بحول الله وقوته إن شاء الله. عيد. ألف مبروك لجماهير العين، ألف مبروك لأشقاء في الإمارات، ألف مبروك لنا كخليجيين. حقيقة أنه هالبطولة الآسيوية بطولة خليجية يستحق العين يعني بكل جدارة هذا الانتصار العظيم. ثاني بطولات على المستوى الآسيوي. لم يكن الطريق مفروش بالورود للعين، قدم ملاحم كروية في مسيرته في البطولة. ما كانت المهمة سهلة، قدم ملحمة في الدور نصف النهائي أمام النصر، ثم ملحمة أمام الهلال، واليوم أيضا يمكن ملحمة في النهائي عندما كان خاسر في اليابان ب2-1، واليوم يقلب النتيجة ويفوز بهذه النتيجة الكبيرة. سفيان رحيمي أبدع حقيقة وتألق، كان فارس العين وفارس البطولة حقيقة. هنا لما نقول انه في لاعب ممكن انه يشيل فريق، لاعب ممكن انه يحقق لك بطولة، لاعب ممكن تنسب ايضا البطولة له. يعني شوف لعيبة العين كلهم ما قصروا، مدربهم ايضا من خلفهم. لكن عندما يعني نتذكر هذه البطولة حتى بعدين يعني على بعد مضي السنين راح تتذكر رحيمي وما فعله رحيمي في هالبطولة. من اللاعبين حقيقة العظماء اللي اهدوا فرقهم كأس غالية مثل كأس أكبر القارات. ألف ألف مبروك للعيناوية، لكل الزملاء هناك، للزعيم العيناوي. بطولة مستحقة سعدنا بها يعني جميعا حقيقة كخليجيين. بالتأكيد لم نحققها مثلا في السعودية، نتمنى أنها لا تذهب بعيدا عننا على الأقل الأشقاء في الخليج، وهذا ما يعني فعله اليوم العين الإمارات. أبو حنين. ألف مبروك للإمارات قيادة وشعبا، مبروك لمجلس إدارة نادي العين، للاعبين، لكادر إداري وفني قدموا الكثير لهذه البطولة. أن تفقد رأس الحربة الأهم لابا في دور الثمانية ودور الأربعة ويظهر باسم مختلف سفيان رحيمي اللي اليوم هو ترند في الإعلام المغربي، لأنه حتى مش موجود على قائمة المنتخب، ويظهر بهذه القيمة الفنية العالية جدا. الأرقام تتكلم عن العين في هذه البطولة، ما هو غريبة أو ما هو بعيد عنها من 2003، ولكن عاد من جديد ليتربع على عرش القارة في هذه البطولة. أعتقد أنه الغرب آسيا دائما له بصمة، حتى مع احترامي لبعض اللاعبين اللي في شرق القارة اللي موجودين في أوروبا، لو جو حيكونون في أندية متفرقة مش في نادي واحد. هذا تؤكد لك القيمة اللي موجودة في غرب آسيا. نقول يا رب إن شاء الله تكون النخبة، بطولة النخبة القادمة وتكون مفتاح جميل جدا لغرب آسيا وتحديدا المملكة إن شاء الله. ألف مبروك.